الشيخ محمد أمان الجامي من أثيوبيا، من الحبشة. فماذا فعلوا أهل نجد في الرياض والسرور وجماعتهم وبعض الحجز؟ فقالوا ماذا؟ قالوا في طريقة لكي ننفر السعوديين عن هذا الفكر نقول جامي نسبة إلى شخص أصله من خارج إيش؟ المملكة. ليش ما قالوا بازي؟ ما لاحظتم؟ نحن وقفنا مع الشيخ بن باز ضدهم. ليش ما قالوا نسمونا بازيين أو فوزانيين أو عثيمينيين؟ ليه؟ مع أن محمد أمان الجامي نفس كلام الفوزان، نفس كلام بن باز في ولاة الأمر وفي ذم البدع وفي طاعة الأمر وعدم الخروج، نفس الكلام. لأنهم يعرفون لو قالوا بازي وعثيميني عندها النجد وعند السعودية ما راح تنفع، فذهبوا يبحثون. واضح ولا؟ فوجدوا الشيخ محمد أمان الجامي جاء للرياض وألقى كلمات هناك، وصارت شوشرة في الرياض تعرفونها عندما قام البعض يريد أن يضربه، فأرادوا أن يثيروا المجتمع هناك في نجد، فقالوا هؤلاء جامية يتبعون لهم واحد اثيوبي من الحبشة الله يحييك، وجو يبون يعلمون التوحيد، لأن عيالهم يأخذون التوحيد بالوراثة، لو يصير صوفي تبليغي لا تتكلم عليه لأنه من أهل القصيم ولا من الرياض، لا يبا، هذا دين الله عز وجل. واضح ولا لا؟ أني أسمع دفا عليك يا بلال في الجنة، ما له علاقة في هذه الأمور، أنا بعطيكم إياه لأني أنا دارس الأمر هذا وعارفه. فهم وضعوا هذا الأمر حتى ينفروا، ولذلك أكثر ما انتشرت هذه في الرياض وفي نجد وفي القصيم وكذا. جامية يسأل ذاك وش جامية؟ قال يتبعوا لهم واحد جاي من اثيوبيا من الحبشة، ما يقدر يقول بن باز، لأن لو قال بن باز قالوا بن باز عالمنا إمامنا، ابن عثيمين إمام عنيزه إمام العالم، ما يستطيعون. فوضعوا هذا الشيء. ترى هذا السبب، لأن أنا دارسهم وعرف قذاراتهم، الله يقلع قذاراتهم، هم المكافلية هذولا، فأعرف وسائلهم وأعرف طرقهم، فهم وضعوا هذا الموعظ، ولذلك ما قالوا بازيين ولا عثيمينيين ولا فوزانيين. واضح ولا؟ يعني يقولون كذا وهكذا، سواء معاه أو مع غيره أو مع غيرهم، هم يريدون هذه التسميات حتى ينفروا. لكن هل الشيخ محمد أمان الجامي أتى بشيء بخلاف ما كان عليه السلف الصالح؟ إذا كان أتى بشيء بخلاف ما عليه السلف الصالح اذكروه لنا نحن نرده ونقول أخطأ محمد أمان الجامي، لكن أنتم ما تقولون أخطأ سيد قطب، ولا تقولون أخطأ سرور، ولا تقولون أخطأ سلمان العودة، ولا تقولون أخطأ حتى القرضاوي هذا اللي أخطأه بالهبل. يعني لو تطلع أخطاء القرضاوي يعني تريلات تشي. واضح ولا لا؟ يعني يكفي فتوى مفتيها حق نساء بنات أوروبا يقول ما رأيك نحن في جامع اختلاط، يعني ما قال حرام الاختلاط، لا، قالت نحن نريد أن نسبح بحمام السباحة، حمام السباحة في الجامعة معانا شباب، قال يجوز. هي واقفة على هذه، يعني واقفة على حمام سباحة. هو بارك الله فيك لما مات طاغوت الفاتيكان قال لقد توفي اليوم باب الفاتيكان، أسأل الله أن يغفر له وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا منه. هذا إيش هذا؟ إلا الفاتيكان طاغوت الفاتيكان يسأل الله أن يغفر له وأن يعوض الأمة النصرانية خيرا منه، يعني واقفة على تسبحينها بنيه؟ لا والله. فعاد فالموضوع هذا موضوع هؤلاء معروف موضوعهم، هؤلاء ما يريدون ما يطبقون حكم الشريعة ولا غير ذلك.